ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير دايما. اللي ما يعرفش الناس اللي معايا دي يا جماعه، فده ترامب رئيس امريكا الاسبق، وده بايدن رئيس امريكا الحالي. ودي مناظره علشان نعرف مين فيهم مجنون اكتر من التاني، مين فيهم بيعرف يقتل اكتر، مين فيهم بيعرف يساعد دولة الاحتلال على قتل الناس اكتر ولقتل الاطفال والنساء. وساعتها هنعرف مين فيهم يستحق يبقى رئيس اكبر دولة في العالم. نبدأ المناظرة، كل واحد فيكم يعرف نفسه. اتفضل يا ترامب. هاي، انا ترامب، اول من قال القدس عاصمة اسرائيل. هاي، انا بايدن، اديت اسرائيل كل الاسلحة للتخلص من الفلسطينيين الاشرار دول واقامة دولة اسرائيلية خالصة. نحن اشبه بدولة من دول العالم الثالث الان بسببك انت يا بايدن يا فاشل. على فكرة اهدى على نفسك كده يا عم ترامب، مالهم دول العالم الثالث يعني؟ مالهم؟ ما احنا زي الفل اهو قدامك. انا اللي فاشل؟ ده انت يا ترامب حققت اكبر دين وطني في التاريخ على امريكا. ايوه فاشل، وحرب اوكرانيا ما كانتش هتحصل لو كان للولايات المتحدة الامريكية قائد عظيم زيي. يا عم بايدن، يا عم بايدن، رد على الراجل عشان هو كده بيهزقك. يا عم ترامب ده عايزنا نخرج من حلف النانو، ده مجنون. انا مجنون؟ انا خضعت الاختبارين بشأن السلامة العقلية، لكن بايدن لم يخضع لاي اختبارات. ادعوه لمباراة كرة قدم في الجولف، لو راجل يجي يعملها ده بيقع هو ماشي. انا هعمل كده بس بشرط تيجي تشيل ليا الشنطة، ده لو انت قدرت يا عجوز. يا جماعة استهدوا بالله، استهدوا بالله، انتوا الاتنين كفرة، ما ينفعش تعملوا ببعضكم كده قدامنا. ترامب دمر منظومة الصحة في الولايات المتحدة وانا جيت نقصتها. نقصتها ايه يا جماعة؟ يا جماعة الراجل اللي قدامكم ده ضرب منظومة الصحة لحد ما ماتت. يا عم ضرب مين؟ يا عم ضرب مين؟ ده بيمشي يتكعبل، ده انا معايا فيديوهاته. مش عايز اتكلم، بس الراجل رئيس جمهورية ما ينفعش نهزقه. كمل. انا فتحت الحدود للم شمل العائلة. اهي حدودنا دي بقى كانت اكتر شيء امن قبل ما الراجل العبيط ده دلوقتي يجي امريكا. بقت مليانة قتلة ومجرمين بسببه. يا جماعة عايزين المناظرة تسخن. المواطن الامريكي دلوقتي محتار مين فيكم اوسخ من التاني هيختاره. خد دي، الراجل اللي قدامك ده مارس الجنس مع ممثلة افلام اباحية لما كانت مراته حامل. ده شغل قطط شوارع ده يا بيه. اوبا، دي فيها طلاق دي يا عم ترامب، وفيها مفك ضرب في سمعتك. بس يا بختك يا شقي، يا شقي، مسيرة افلام اباحيه سيكو سيكو، يا بختك يا شقي، يا شقي يا ترامب. انا لم امارس الجنس مع ممثله افلام اباحيه وربنا ما حصل. هو ده ردك يا عم ترامب على الكلام ده؟ يا عم the total initiative relative to what we're going to do with. يا عم ترامب ترد تقول ايه بقى على السؤال الجامد ده؟ ردي على ايه؟ السؤال ده صعب جدا كده. ده انا مش فاهم هو قال ايه اصلا، وهو بنفسه مش عارف هو قال ايه. ده بيتهته وعبيط وعامل زي ابنه فاشل وعبيط. انا ابني مش فاشل وعبيط، انت اللي فاشل وعبيط يا ترامب. ما تغلطش في الواد. انا لو كنت موجود حماس ما كانتش تقدر تهاجم اسرائيل خالص. انا ما اسمحلكش، انا اديت اسرائيل كل انواع السلاح الا القنابل التقيله. يا على رحمه قلبك، يا قلبك قلب خصايه يا بايدن. يا مجرم، ما اديتهمش قنابل تقيله. مش بقولك انت بقيت فلسطيني، بس فلسطيني سيء ما بيحبوش الفلسطينيين. انت اكيد من طينة الفلسطينيين. يلا، انا اكبر داعم لاسرائيل، ولما ايران حبت تضرب اسرائيل انقذت اسرائيل. شش، انت بتتكلم زي الاطفال، ما انا بكلم طفل اصلا. شفتوا بقى كل اللي انا قلته دوت؟ دي مناظرة بين اتنين بيتنافسوا على انهم يمسكوا اكبر دولة في العالم بكلامهم، والمفروض انها بتقول على نفسها دولة العدل والمساواة. ترامب وبايدن اتنين عواجيز، شعر جسمهم كله بلا استثناء شاب، وعقلهم رايح، وكلامهم واسلوبهم في المناظرة ضحك عليهم العالم كله. ومع ذلك الاتنين دول اكبر اتنين حققوا مكاسب لدولة الاحتلال ولليهود، وبيبقوا ان هم دمروا دول زي افغانستان والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين. ومع ذلك الاتنين العالم كله بيقول على واحد فيهم مجنون والتاني عبيط. ترامب وبايدن اختلفوا على كل شيء حرفيا، واتفقوا على ظلم فلسطين وموت اطفالها ونسائها، واحنا حاطين وشنا في الارض وعاملين نفسنا مش واخدين بالنا علشان مش عارفين ندخل لاخواتنا هناك بق ميه ولا لقمه عيش. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من تسبب في الخراب ده. وفي الاخر المكسب اللي كسبناه من المناظره ديت
إنك اكتشفت الحقارة والوساخة والزبالة بتاعة الغرب. الغرب اللي دايما بينجح يوصل لينا صورة إن هما دايما أحسن مننا وأفضل مننا في كل شيء، بس الحقيقة غير كده. ففي الآخر ما تنساش تعرف قيمة نفسك، وما تنساش دايما تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وما تنساش تدعي لإخواتنا في غزة ربنا ينصرهم ويثبت أقدامهم، وما تنساش دايما تعرف إن أنا عايزك دايما بخير وأتمنى لك السلامة. سلام.